جات لي رساله من عروسه بتقول انا اشتريت طقم حلل ب 5000 جنيه وللاسف طلع مضروب. طب انت فاهمه يعني ايه بتحطي 5000 جنيه في طقم وللاسف في الاخر يطلع زي قلته؟ كل الموضوع ان البنوته دي راحت محل عشان خاطر تشتري طقم، فدخلت المحل واشترت الطقم بناء على شكله بس، لكن الطقم ده للاسف جودته وحشه جدا، والبياع ما فهمهاش ان الجوده بتاعته وحشه وان الطقم خامته كمان مش احسن حاجه، زائد ان التوزيع بتاعه وحش ومقاسات الحلل كلها مش افضل حاجه. والمفروض البياع يسالك انت عايزه طقم في حدود كام، وبناء على ده يرشح لك طقم بالسعر ده تكون جودته كويسه، لانك لو هتشتري منه طقم بجوده مش كويسه هيفهمك بالظبط ايه هي عيوبه وايه هي كمان مميزاته، وانت كمان ليك الحق انك تختاري يا يا لا. بصي انا مش بخوفك من السوق، انا بس كل اللي عايزك تعرفيه انك تبقي فاهمه كويس وانت بتشتري، تعرفي ايه الاصلي وايه المضروب، ايه الحاجه دي فرنج كام، امتى اشتري ده وامتى اشتري ده، وده اللي احنا بنعمله من خلال فيديوهاتنا. طب لو مش هتشتري من عندنا، انا رؤوف يوسف بقدم كل يوم فيديوهات عن جهاز العرايس وعن كل الحاجه اللي ممكن تشتريها الاصلي والمضروب وغيرها. يعني انت لو دخلت واتفرجت على الفيديوهات او استنيتي فيديوهات بننزلها كل يوم هتستفادي جدا من فيديوهاتنا انت كعروسه، وتشتري كل حاجه صح وتحطي في كل حاجه المبلغ الصح. عشان كده محتاجين تعملي لايك وتعملي شير عشان خاطر كل العرايس تستفاد. سلام.